بيلا معاه حكايه جديده، تعالوا نشوف. انا مش عارف ابدا الفيديو ده ازاي، ولكن رد رؤوف كان غريب بالنسبه لي، فتعالوا نشوف رؤوف رد قال له ايه. مشيت معاه قال لي انا عايز ارخص حاجه، انما تقول اديت له حاجات تحصيل حاصل وارضى حاجه، ما انت كده بتقول ان انت اديت له حاجه بايظه. رؤوف يا ريت لو تطلع تفهمنا وتوضح لنا عشان ما يبقاش في حد فاهم غلط. انا بعمل الفيديو ده مش عشان خاطر ارد على عمرو بيلا، عمرو بيلا خلاص موضوعه معايا انتهى، لكن انا بعمل الفيديو ده عشان خاطر الناس اللي متابعاني والناس اللي مش متابعاني. وللاسف في ناس كتير جدا قاعده تقول لي ده انت متفق مع عمرو بيلا وانت جايبه ودي دعايه سلبيه. اولا انا هقول لكم شويه حاجات كده تثبت حسن نيتي وان دي مش دعايه ولا انا اصلا اعرف عمرو بيلا. اولا عمرو بيلا بيقول في الفيديو بتاعه ان هو طالب الحاجات دي اونلاين، تمام؟ هو لو طالب الحاجات دي اونلاين، طب فين السكرين اللي هو طالب من خلاله الاونلاين او اللي هو الارقام التليفونات اللي هو اتصل عليها؟ لكن هو للاسف هو ما طلبش اونلاين، هو بيكذب. وانا وضحت ده في اول فيديو، هو جه وخد الحاجات دي على الطبيعه. فجت ناس تانية قالت لي طب فين الفيديو بتاع الكاميرات وعمرو بيلا عندك في قلب السنتر؟ انا قلت لكم في الفيديو اللي فات يا جماعه ان عمرو بيلا كان واخد الحاجات دي قبل ما اعمل الفيديو بحوالي 3 اسابيع تقريبا، واي هارد بتاع كاميرات بيمسح الفيديوهات بعد 10 ايام او اسبوع تقريبا، واحنا عندنا كاميرات كتير جدا فالهارد ما بيقعدش كميه الايام دي، فهو بيمسح تقريبا بعد 10 ايام. عشان كده انا ما عرفتش اجيب الفيديو. ثانيا بقى هو لو في اي تواصل ما بيننا وما بينه من خلال اي صفحه يقدر يحط سكرينات، بس هو للاسف كذاب. اما ثالث حاجه والله العظيم ان الاير فراير دي مش من عندي، وان مكنه ورق العنب دي مش من عندي. ثانيا الحاجات اللي واخدها عندي دي رفايع، والرفايع يا جماعه هيعمل لها ريفيو في ايه؟ يعني حاجات وحشه في ايه؟ ثانيا اما اهم حاجه بقى واهم نقطه اللي الناس عماله تعلق عليها وتقول لك انت بتدي له حاجات رخيصه، انا سنتر ادوات منزليه، طبيعي جدا ان يبقى في حاجات غاليه وفي حاجات رخيصه، والناس اللي متابعاني والناس اللي عارفاني كويس عارفه ان انا عندي كل الحاجات. واللي بيجي الزبون اما بيجي العميل انا بوري له الحلو وبوري له الرديء وبوري له الغالي وبوري له الرخيص، وبوضح كل حاجه للعميل، والعميل هو ليه حريه الاختيار. الناس اللي تعرفني كويس، الناس اللي مصدقاني، الناس اللي بتدعمني وبتدعي لي في الكومنتات، انا بشكركم جدا. اما اي حد تاني ظلمني فانا خصيمه طبعا. فده طبيعي جدا ان انا، وده معاملتي ودي طبيعتي مع الناس، ان انا بوضح الفرق ما بين الاصلي والتقليد والرديء والغالي والرخيص. لكن انا ما اديتهوش اي حاجه بايظه ولا اي حاجه فيها كسر، ولا الاير فراير على فكره هي مش من عندي، بس هو شغالها في الفيديو تلاقيها شغاله يا استاذ عادل التركي. برضو انا بوضح لك الفيديو ده عشان انت طلعت حبيت توضح الامور، لكن انت بحسن نيه برضو انت ما تعرفش مين هو رؤوف. بس الحمد لله الناس اللي عارفاني دخلت ودفعت عني. لكن انا بوجه الرساله دي وبقول لكم يا جماعه انا مش بعمل اعلانات ولا اجيب عمرو بيلا ولا انا اعرفه وما اعرفش الناس اللي دخلت وهاجمت. هي ممكن في ناس بتعمل النوع ده من الدعايه، انا مش محتاج دعايه بفضل الله، الناس عارفاني كويس. اما انا لو عايز اعمل دعايه انا عندي استعداد اجيب اي يوتيوبر او اي بلوجر او اي تيك توكر ايا كان هو مين، انا اقدر اجيبه عادي جدا ويعمل لي اعلان وهيبقى اعلان واضح، واطلع اقول ان انا عندي حاجات كويسه، مش هعمل اعلان بالشكل ده. اما اهم حاجه برضو ان ده شخص بتاع اكل وسمعته في الفيديوهات مش احسن حاجه، يعني حتى خش شوفوا الكومنتات السمعه مش احسن حاجه. فانا مش ده الشخص اللي انا اجيبه يعمل لي اعلان. انا بشكر جدا جدا كل الناس اللي دعمتني، وبجد انا خصيم اي حد ظلمني وقال عني اي كلمه وحشه، وشكرا جدا ليكم. سلام.